السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب الورديان، وعاملين ايه؟ اهلا بكم في ملعب الورداني. كالعادة حبايب اخوكم باختصار ومن غير ما اطول عليكم اخر اخبار واستعدادات المارد الاحمر النادي الاهلي والفارس الابيض نادي الزمالك. بس في البداية رجاء من كل اخواتي وحبايبي قبل ما نبدا في الحلقة مع بعض نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا ريت ندعي اخونا اللاعب احمد رفعت والوالدي وجميع امواتنا بالرحمة والمغفرة. ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. وما ننساش ندعي اخواتنا فلسطين ربنا ينصرهم ويزيل هذا الكرب والبلاء الغاشم الضعيف، امين يا رب العالمين. وما تنسوش يا حبايب الورديان وفضلا وليس امرا في ثانيه الا ثانيه اللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. احنا مكملين بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعمكم المستمر لينا وانتوا رزقكم حبايب الورديان. ولما نبدا بسم الله الرحمن الرحيم باخر اخبار واستعدادات المارد الاحمر النادي الاهلي والصفقات الجديده والرساله اللي عاوز اوجهها للندابين واللطامين اللي مش لاقيين حاجه يعني بمنتهى البساطه كده ينكشوا بيها النادي الاهلي. ما شاء الله بطولات شغال وكل حاجه شغال وكاس عالم الانديه شغال وانتر كونتيننتال شغال وكل اللي انت عايز تقوله قول. انكشه في ايه؟ احكها فيه اقول الحق يا جدع ده مش عارف يجيب صفقات جديده، الحق ده مش عارف يجيب صفقات. الاهلي اللي لسه جايب يوسف ايمن وقبل كده وسام محلي محطوط على كريمه هداف الدوري وكل اللي انت عايز تقوله قول. احكها في الاهلي مش عارف يجيب صفقات. محمد كوناتي صفقه كوناتي طارت، صفقه جاكسون موليكا طارت، صفقات كتيره طارت. زين الدين بالعيد. الاهلي مش عارف الاهلي على اساس ان الاهلي ده انا هتكلم بقى بالنسبه للمهاجمين ما كانش فيه غير جاكسون موليكا وكوناتيه بس. لا ده ساب بقى عمر فرج، ساب عدي الدباغ، ساب يزن النعيمات، ساب حسن عبد الكريم كوكيه، محسن بوريكا، حمزه اكمان، سيلفر جنفوله. قسما بالله شكلكم بقى عره والواحد حرفيا بيشفق عليكم ويخليكم في نفسكم وطور من نفسك بدل ما انت كده بتعلق شماعات وبتحكها في الاهلي وخلاص على اساس ان الاهلي بقى هيعطل وقال ايه يا عيني مش عارف يجيب مهاجمين. ابرز المهاجمين دلوقتي اللي الاهلي بيتفاوض معاهم عشان يتعاقد معاهم في الموسم الجديد عمر فرج مهاجم اياك السويدي اللي عنده 22 سنه، والاهلي كان عارض $1,300,000 وموافقين واللاعب موافق وكل حاجه. عمر فرج الفلسطيني، ولكن دلوقتي القرار في ايد مارسيل كولر هو اللي هيحسم القرار لانه بيفاضل بينه وبين عدي الدباغ الفلسطيني مهاجم شارلواه البلجيكي. عمر فرج مؤثر جدا ونفس الكلام عدي الدباغ اللي عنده 25 سنه. ولكن لو هتقول لي وجهه نظري لا انا افضل عدي الدباغ افضل من عمر فرج واشرس من عمر فرج بالاحصائيات والارقام وبدنيا وفنيا وكل اللي انت عايز تقوله. مش بقلل من عمر فرج، صفقه عمر فرج صفقه تقيله برضه. تعالى بقى ده كده بالنسبه للمهاجمين. ده غير المهاجمين بقى اسامي المهاجمين المحليين، في كلام على اسامه فيصل واوفا والبنوبي ومش عارف ايه وكل الكلام ده. تعالى بقى على بديل علي معلول اللي هو اصلا دلوقتي كريم فؤاد سادد الخانه دي ضبه ومفتاح دفاعيا وهجوميا. يحيى عطيه الله المفاوضات لسه مستمره معاه عشان الناس اللي بتهري وبتقول اصل خلاص صفقه يحيى عطيه الله ما في اتعطلت هري كلام ملوش اي 30 لازمه. حط عليه بقى واحد جديد جمال الشماخ اللي عنده 24 سنه لاعب فريق حسنيه اغادير المغربي، موافق ورغبته النادي الاهلي. ولكن العقبه الوحيده اللي معطله الصفقه لحد دلوقتي مش فكره $1,000,000. الاهلي موافق يدفع $1,000,000 عادي. هم كانوا النادي الاهلي كان عارض $650,000 موافقين على $1,000,000. فكره ان هم بيتفقوا على نسبه اعاده البيع لما النادي الاهلي يبيع جمال الشماخ هي 10%، لا خليهم 15%، لا خليهم 20% بنسبه كبيره. جمال الشماخ الباك شمال هيكون موجود في النادي الاهلي. كل حاجه بقى عايز تقولها كله بيتكلم ان ده من ريحه علي معلول. المهارات، الحلول الفرديه، السرعات، القوه البدنيه، تدعيم من الناحيه الهجوميه، الناحيه الدفاعيه، كل اللي انت عايز تقوله قوله. ادي النادي الاهلي اللي الندابين ما لهمش لا شغل ولا شغلانه بيقول لك ده عطلان وفين الصفقات الجديده. هتشوف الصفقات الجديده كلها ايام وهتشوف الصفقات الجديده السوبر. ده غير محمد علي بن رمضان وعمر الساعي. ما علينا محمد عبد المنعم قلب دفاع النادي الاهلي ومنتخب مصر في عرض رسمي جه من نادي نيس الفرنسي. وقلت قبل كده نادي نيس وموناكو الفرنسي بيتصارعوا في صراع بينهم عشان يضموا محمد عبد المنعم. نادي نيس بعت عرض رسمي للنادي الاهلي، ولكن شرط النادي الاهلي ان العرض ما يقلش عن $4,000,000 والعرض ما كانش $4,000,000. في اجتماع بين المسؤولين بالنادي الاهلي ومارسيل كولر عشان يحسم مصير 4 لعيبه. مين هم ال4 لعيبه؟
محمد مجدي قفشه قفوشي تريد مارك القضيه ممكن، والفولت العالي كهروب محمود كهربا ومحمود متولي المدافع وطاهر محمد طاهر. تريد مارك قفوش القضيه ممكن يركنه على جنب لانه مكمل في النادي الاهلي ومش هيرحل عن النادي الاهلي. اللي بنسبه كبيره هيرحله كهربا لان مارسيل كولر موافق على رحيله، في خلاف ما بينهم وكهربا مش هيكمل في النادي الاهلي، ده بنسبه كبيره والله اعلم. محمود كهربا ومحمود متولي. والاهلي لسه مدعم يوسف ايمن وعنده ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، فدول اللعيبه اللي بنسبه كبيره ممكن يرحلوا عن الفريق سواء اعاره او بيع نهائي. والاهلي برده في حاله رحيل طاهر محمد طاهر مش هيعطل، عنده احمد عبد القادر، عنده رضا سليم، عنده النينجا مستر سونيك حسين الشحات، عنده الجوكر عمر كمال عبد الواحد. بالنسبه لمحمد عبد المنعم وبيرسي تاو لانهم ما كانوش موجودين في قائمه الفريق ضد البنك الاهلي الماتش اللي فاز فيه النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده ماتش بكره قدام المقاولين. محمد عبد المنعم ما كانش بيشارك بسبب انه بيشتكي من حاله اجهاد، وبيرسي تاو عنده نزله معويه، واكد الجهاز الطبي من النادي الاهلي هيكون في فحص طبي وهو اللي هيحدد هيشاركوا بكره وهيكونوا موجودين في قائمه الفريق ولا لا. مارسيل كولر قرر ان الثلاث لعيبه اللي تم تصعيدهم للفريق الاول احمد عبدين المدافع ومحمد عبد الله الجناح اليمين وليندورف ادوم سربال المدافع والباك شمال هيستمروا مع الفريق في الموسم الجديد وهيكونوا موجودين مع الفريق الاول. ده بالنسبه لاخر اخبار واستعدادات المارد الاحمر النادي الاهلي. بالنسبه لاخر اخبار واستعدادات الفارس الابيض نادي الزمالك، في كلام ان مجلس اداره نادي الزمالك بيدوروا على مدير فني جديد يكون بديل لجوميز في الموسم الجديد. ابرز المرشحين في كلام عن هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق، في كلام عن روجير ميكالي اللي عامل انجاز تاريخي مع المنتخب الاولمبي دلوقتي، وفي كلام عن عوده كابتن مؤمن سليمان. من وجهه نظري انا مفضل ان جوزيه جوميز يرحل عن نادي الزمالك لانه ما قدمش حاجه لنادي الزمالك. ما تحطليش الكونفدراليه دي كان ليها ظروف خاصه وعيب اصلا لما نادي الزمالك، انا اقعد اقول قيمه نادي الزمالك لا قيمه نادي الزمالك اكبر من كده بكتير، وبقول ده ليه برده مش من فراغ، لان كان في وقت من الاوقات بغض النظر بقى هتقول الغيابات واحنا ما عندناش استقرار وشوف زيزو فين وشوف شحاته فين واحمد حمدي كل ده على عيني وعلى راسي. انا بقول ده ليه؟ لان في وقت من الاوقات في ماتشات كان المفروض ياخد قرارات معينه وفي بدله معينه وتكتيك ومراكز معينه واضح فيها انه في قصور في الحاجه دي ومش لايق على نادي الزمالك. عشان كده بقى انا بفضل رحيل جوميز. اللي مش بفضل رحيل جوميز هو حر. بالنسبه للمفاوضات مع احمد رمضان بيكم، في ناس بتقول احمد رمضان بيكم مدافع سيراميكا انه خلاص هتجي في نادي الزمالك واتفق مع المسؤولين بكل حاجه. احمد رمضان موجود مع سيراميكا وكان في كلام انه جادد لمده 3 سنين. اللي في ايديهم القرار دلوقتي سواء بالموافقه او الرفض لانضمام بيكم لنادي الزمالك الموسم الجديد هو المسؤولين بنادي سيراميكا كليوباترا، عشان بس نقفل الباب ده وما نقعدش نهري. وفي كلام عن عوده احمد نادر السيد حارس باوك اليوناني وابن نادي الزمالك لنادي الزمالك تاني في الموسم الجديد. ونبيل عماد دونجا كان بيشتكي قبل الماتش اللي فات اللي فاز فيه نادي الزمالك قدام فريق الجونه، كان بيشتكي بالام في الكتف ولعب واتصاب وجات له اصابه في الكتف. واكد رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك الدكتور محمد اسامه ان هيكون في فحص طبي واشاعات وهيعمل برنامج تاهيلي وعلاج عشان يتعافى من الاصابه، ولحد ما يتعافى تماما هيرجع تاني للمشاركه في التدريبات الجماعيه. حبايبي واخواتي، الحلقه عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في كومنت. سلام.